السلام عليكم. لو انت مسلم او لو انت عربي يبقى انت او انتي اكيد مريتوا بانكم تلبسوا في مره بنطلون جينز او تاكلوا وانتوا ماشيين تيك اواي. بس السؤال اللي لازم تسالوه، احنا جبنا الحاجات دي منين؟ حاجات كتيرة بقينا نعملها في يومنا من غير ما نعرف هي العادات دي جبناها أصلا منين، وليه بنعملها وهي أصلا مش من ديننا ولا من عوايدنا في المجتمع. مين قال إن لازم أقص قصة الشعر الفلانية عشان يبقى شكلي كويس؟ مين قال إن لازم ألبس الجينز عشان ده عملي أكتر؟ حاجات كتير جدا جت من الغرب ودخلت في ثقافتنا بشكل غريب ومفاجئ، وفجأة بقت ضمن روتين حياتنا وبقت ركن أساسي في تفكيرنا. الغزو الثقافي في الأصل بيستهدف إنك تحتل دول المعادية ليك ولدينك، احتلال فكري أكتر من إنه احتلال عسكري، لحد ما توصل بالشعوب المعادية ليك إنهم يكونوا مجرد مسوخ من غير هوية، ناس انت اللي بتحركهم وبتشكلهم على مزاجك، فبالتالي ما بيكونش فيه اي داعي لاحتلالهم عسكريا. بيبدأوا كل شيء بالتدريج، افكار معينة، عادات جديدة عمرك ما كنت هتقبل بيها. يزرعوا الافكار اللي تفسد مجتمعاتنا الاسلامية والعربية عشان بالتدريج ما يكونش ليك اي هوية لا دينية ولا عربية. وطبعا الافكار دي بتلاقي رواج في الاعلام زي السينما والبرامج والمنتجات الاعلامية الكوميدية اللي بتسخف وتقلل من كل حاجة ليها قيمة في مجتمعاتنا. وشوية بشوية تلاقي نفسك اتقبلت حاجات غريبة عمرك ما كنت تتخيلها، ويمكن بقيت بتعملها وبقت عادة في حياتك. زي ان مثلا بقى في تقبل مصطلح بوي فريند في مجتمعاتنا عادي، وده صاحبي ودي صاحبتي، والاهالي بقى بتتقبل ده عادي جدا، مع ان ده شيء حرام. وزي ان حياتنا مثلا بتدور بشكل كامل على البحث عن الفلوس بشكل بقى جشع جدا، محدش بيرحم حد وكله عايز ياخد من التاني، مع ان في حاجات كتيرة في الدنيا حلوة ومهمة غير ان حياتنا كلها تكون بتدور حوالين الفلوس وبس. كمان انتشار فكرة ان الاحكام الاسلامية متوحشة وغلط وتطبيقها عنف، زي ان اللي سرق تتقطع ايده، مع ان ده لو كان حصل مرة واحدة بس كان الباقي خاف. مش بس خاف على دراعه، لا كمان كان هيخاف من الفضيحة. والحرام الصغير قبل الحرام الكبير كان هيخاف ويفكر 1000 مرة قبل ما يسرق. شرور كتيرة في المجتمع كانت هتبقى مش موجودة لو كانت بتطبق احكام الاسلام، ما كانش المجتمع هيكون مليان فساد كده. كمان اسطورة ان الحياة الغربية اكتر راحة ورفاهية، مع ان مش كل الناس عايشة في فلل، بالعكس عندهم نسبة فقر مش قليلة، والناس طالع عينها في الشغل ومحدش بيرحمهم، ونسبة الجريمة عندهم عالية جدا، محدش بيحس بالأمان وهو عايش هناك. ومع ذلك هم بيصدروا فكرة إن الغرب أحلى في كل حاجة عشان تفضل طول الوقت عايز تكون زيهم، في حين هم بياخدوا حاجات كتيرة من دينك يطبقوها في بلدهم عشان تكون أحسن، وحاجات غيرها كتير زي مثلا لبس البنات للبناطيل وإنها تسيب الفساتين تماما، والفكرة اللي بقت مزروعة في إن الفساتين بتعيق الحركة والفساتين وحشة والبناطيل أحلى. طب أنت عارف إن في فرنسا وهي دولة أوروبية والمفروض إن فيها حريات، ومع ذلك فضلت عقود من الزمن ممنوع على البنات إنها تلبس البناطيل لأنها من ملابس الرجال التقليدية. كمان عندك اليابانيين فضلوا عقود كتير، وبرغم الغزو الثقافي الكبير اللي حصل عندهم إلا إنهم قدروا بشكل ما إنهم يحافظوا على هويتهم وما يغيروش حاجات كتير عندهم. الخلاصة، ما تقلدش كل حاجة تجيلك وما تسمعش لأي فكرة من غير ما تعديها على دماغك وتعرف هي صح ولا غلط، وتعرف إيه النتيجة اللي هتعود عليك منها. اتمسك بهويتك الإسلامية والعربية، خليك فخور بكل حاجة تخص دينك وعرقك، لأن ده اللي بيميزك عن غيرك. وخلي بالك الدين الإسلامي أعم وأشمل دين جه على وجه الأرض وجه لكل الأزمنة. ما تخليش حد يفرمط عقلك وينسيك أنت مين وهويتك إيه. سلام عليكم.